محمد في دار الحاجة. القصة المعروفة ديال محمد مول الحانوت، معروفة باسم شهر ونص في دار القحاب. الحلقة الرابعة. 4 أيام في دار العاهرات كانت كافية باش نكره الدنيا وما يجي منا. العاهرات هادو هما بعدا خانزين، وعاد القصص ديال حياتهم خانزين كتر منهم. 4 أيام شفت فيها مرا كتجيب بنتها كتحطها من 4 ل6 باش تجرب حظها. شفت فيها المطلقات كيتكواو، ها اللي مات ليها الراجل، ها المنقبات، ها الطالبات الجامعيات تا هما كيبريكوليو. ولكن ما عمرني فكرت نكوي شي وحده، ماشي حين خايف من الحاجه، ولكن كنقول اش غتكوي وحده كيدوز عليها 20 واحد في النهار. ديك 4 أيام كندور وندخل للطواليت غتاعي ال5، العادة السرية. دوزت مع الحاجة 2 و3 الأربعاء والخميس، دازو دوك 4 أيام العذاب الأليم. ما مرتاحش، مضيق بيا الحال، بحال سديتي عليا فشي قرعة. واخا موالف تختار الهضرة في طابريكت والمضاربات، ولكن داكشي اللي في دار الحاجة بزاف. كلشي خاسر، كلشي عريان، كلشي كيكمي، كلشي غادي على الكوا. تقول بنادم مخلوق ما خلقوش سيدي ربي غير على شي حاجة أخرى من غير يكوي. من بعد 4 أيام جا نهار الجمعة ديال الروبو عند الحاجة. تا شي ولد العايرة ما كيدور بجهة الدار، كاين غير أنا وياها. الحاجة نهار الجمعة كتمشي للجامع ل10 د الصباح، وأنا خلاتني في الدار بوحدي. الله على راحة. دارت ليا في الخوا وأنا نقول غنطلع شي حوايج للسطح نصبنهم. كنصبن في دوك الحوايج وكنتشمش وأنا سمعت دقان في الباب لتحت. قلت في دماغي شكون هاد الملاوي اللي جاي اليوم غير من الدقان عرفتو كليان. طليت عليها من الدروج قلت ليها شكون. الصوت ديال درية. قالت لي ما كايناش الحاجة. قلت لها لا مشات للجامعة تصلي، الحاجة راه ما كايناش اليوم. قالت لي واخا. رجعت نكمل حوايجي وهي تطلع. شفت في الزين تاعيت، ما عمرني شفت الزين بحال ديال ديك الدرية. لابسه جلابه، وديك الساعه ما كانوش هاد الجلالب اللي كيزملوا. الفورمه ديالها ما بيناش الجلابه، ما بيناش الفورمه ديالها من الجلابه، واخا يتخشاو فيها جوج. ولكن الوجه شي حاجه، عينيها رماديين وكبار، الفم صغير، سنانها تقولي غير رسمتيهم، حجبانها زعرين، البشرة ديالها بيضاء. شي زين ما نعاودش ليكم. ما كاين لا مكياج لا التخيص، هذاك الشيء من عند سيدي ربي. قالت لي السلام، انا كلتهم. قلت لها السلام، ولكن الحاجه راه ما كايناش اليوم. زربات عليا واحد الزربه خايبه. حاولت ما نبينش ليها باللي عجبتني بصح، باللي جات عند الحاجه واخا تكون كيما بغات تكون تتبقى غير غايره. قالت لي الحاجه كنعرفها واقيلا قبل ما تعرفها. شكون انت؟ واش كدير عندها؟ بلاتي نصبر لك التصبين ماشي ديال الرجال. لا لا بلاش، موالف كنصبر راسي. شكون انا واش كندير هنا؟ تجي الحاجه وتقول لك سوليها. واخا على خاطرك. كنت ما كنحملش العاهرات، كنشوف فيهم ديك النظره ديال كيديروا واحد الحاجه خايبه، ما متقبلاش المجتمع وعيب. تا شديت محالي وكبرت وكبرت عقلي، عاد ولاو كيجيوني العاهرات احسن من المنافقين اللي كيصليو وكيصوموا الاثنين والخميس. صبنت حوايجي وعصرتهم لراسي ونشرتهم، وجمعت القش ديالي نهوض للدار، نسرع الكاملة قبل ما ترجع الحاجة. وقلت ليها نوضي على الكرسي غننزلو. قالت لي غتنزل، ننزل معاك. ننزل معاك شي حاجة؟ قلت ليها لا، لا بلاش. نزلت مع الدروج وتبعني. قلت ليها فين غادا؟ قالت لي الدار تجي الحاجة. قلت ليها لا، ما غتدخليش تجي الحاجة، وديك الساعة دبري راسك معاها. قالت لي واخا راه ليا كرسي وغنبقى هنا في السطح حتى تجي. قلت ليها جلسي على الساك ديالك، الكرسي غنزلو. هودت سديت الباب
وخليت كلتهم في الشمس في السطح كتشمش. تصبت الجميلة جات الحاجة قالت لي واش انت ما غتصليش؟ قلت لها لا كنصلي غير ما مولفهاش. "أه، طيبتي شي غدا؟ اه موجود. راه ليا نتغدى. حطيت الغدا ونسيت كلتهم. ما قلتش للحاجة راه كتسول فيك واحد البنت. يلا جلسنا كنتغداو. الضغمة الأولى الثانية الثالثة كلتهم كتدق. نارية طاحت ليا في بالي. سمعت الدقان و وقفت نحليها. قالت لي الحاجة غير جلس غنشوف شكون اليوما ما يسول فيا غير اللي محتاجني. حلات الحاجة الباب وحاجة وحدة اللي سمعت: البروش ولد الحرام ما قال لي والو. ناري يا محمد قوتيها مع دخلات ضربات الطبلة بواحد الركلة. قلبات الملاوي بقينا بلا غدا. عولنا عليك القربوز بكري. قلتهم كضحك عليا وما رضيتش. ما حملتش كري. كاع داكشي اللي دوزتو عليها في السطاح رداتو ليا بديك الضحكة. جمعت المعن بقات كلتهم كتهضر هي والحاجة. المهم في الهضرة ديالهم بان ليا بلي كيعرفو بعضياتهم مزيان وبلي كلتهم عزيزة على الحاجة. جات عندي الحاجة الكوزينة قالت لي شوف انا راه غنمشي ندير صلة الرحم لشي ناس. الدرية راه غتبقى هنا في الدار. الحلان ممنوع واخا ما عرفت شنو واخا اش من تبقى دير. ناري غنبقاو انا وكلتهم في الدار. خرجت الحاجة دخلت كلتهم البيت. بقات فيه شحال. انا مشيت للبيت اللي كيتجبدوا فيه العاهرات حيت هو اللي فيه التلفازة. كنتفرج شوية خرجت عندي ما لابسة ما عريانة. ناري على فورما ما قديتش نشوف فيها. من احسن ما شفت في دار الحاجة من نهار دخلت ليها. جات جلست في السداري اون فاس معايا. قلت لها سير لبسي حوايجك. قالت لي علاش؟ قلت لها حيت اليوم الجمعة وحنا بوحدنا في الدار. غتجي الحاجة تلقاك في ديك الحالة غتشريها ليا. غا انا وما عندي فين نمشي. الا حلات الا لاحت ليا حوايجي في الزنقة. قالت لي علاش ما عندكش فين تمشي؟ انت ولد الخيرية. قالت ديك ولد الخيرية ما تقبلتهاش وانا اصلا كاعي. قلت لها انت اللي بنت الخيرية يا العايرة. انا شلح وعندي اصلي. عندي با وعندي امي. تقولي لي يا ولد الخيرية. قالت لي صافي يا محمد. انا اللي بنت الخيرية وانا اللي عايرة. ولكن الشلوح عرفناهم في الحوانت والمحلبات والقهاوي ماشي في الديور القحاب. قلتهم قصتها مقودة بزاف. قصتها هي القصة الوحيدة اللي حركت فيا شي حاجة في هاد المدة اللي دوزت في دار الحاجة. إلى هنا تنتهي الحلقة الرابعة. نراكم قريبا في الحلقة الخامسة.